ومكون أصيل من تاريخ مصر الثري. فأقول لأقباط مصر: لقد أسهمتم إسهاما كبيرا في نسيج هذه الأمة المصرية. ارتوت سيناء المباركة بدمائكم التي اختلطت بدماء إخوتكم المسلمين في ملحمة نضال وطني ضربت للعالم أجمع أسمى معاني الوحدة والاندماج في حب الوطن. وقد ظلت مصر بمكونها المسيحي ولادة معطاءة، فجادت بخيرة أبنائها من المسيحيين الذين ساهموا إسهاما جليلا في كتابة تاريخ هذه الأمة وصناعة حاضرها واستشراف مستقبلها. الحكيم الراحل البابا شنودة الثالث، مكرم عبيد، فؤاد عزيز غالي، بطرس غالي، كمال الملاخ، دكتور لويس عوض، دكتور يونان لبيب رزق، دكتور مجدي يعقوب، وغيرهم كثيرون، شخصيات وطنية لا ينكر لها فضل ولم تتقاعس عن أداء واجب. موقن أن عطاءكم سيستمر، وأن مساهماتكم في بناء هذا الوطن ستظل ثرية متعددة وسخية. فقد شاركتم في ثورتين مجيدتين جنبا إلى جنب مع إخوتكم المسلمين. أعدتم إلى أذهاننا صورة حية لروح ثورة 19 التي اتحد فيها الهلال مع الصليب، حقيقة مؤكدة وواقعا ملموسا، لا شعارات رنانة أو مقولات جوفاء. وكما تعلمون يتعرض بلدنا الآمن المبارك شعبه إلى محاولات آثمة لزعزعة أمنه واستقراره وبث روح الفرقة والشقاق بين أبنائه. إن قدم الإرهاب حمقاء الخطى لم تفرق بين مسلم ومسيحي، بين مسجد أو كنيسة، حصدت في طريقها أرواحا بريئة ونفوسا حالمة بمستقبل مشرق. طالت يد الإرهاب الخبيثة ذوينا وأحباءنا فأدمت قلوبنا جميعا وآلمت الوطن. وأخاطبكم اليوم بروح الإسلام الحقيقية، بروحه التي تجلت قيمها ظاهرة في العهدة العمرية التي قطعها الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمسيحي القدس حينما فتح المدينة عام 638 ميلادية. العهدة التي أمنت المسيحيين على كنائسهم وصوامعهم وصلبانهم على دينهم وأموالهم. لقد جددت مصر معكم روح هذه العهدة ومبادئها. مصر الدولة المسلمة التي تتخذ من قيم ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحة الصحيحة أساسا لتشريعاتها. مصر التي تحفظ وصية رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم: استوصوا بقبط مصر خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورحمة. مصر التي تؤمن أننا سنظل دوما وإلى انقضاء الدهر أمة واحدة تتعلم وتعمل، تبني وتشيد وتدعو إلهها الواحد. الإخوة